اهلا بيكم احبائي في كل مكان. امبارح تابعت الحلقه بتاعه برنامج الحكايه مع عمرو اديب يوم 5/12 او 5 ديسمبر 22. انا اتفاجئت بالكلام اللي بيقوله الراجل ده فعلا غلط فينا كلنا كمصريين، وغلط في الشعب، وغلط بالكلام ان انتوا ازاي تفكروا وتتكلموا في حاجه بيتكلم فيها ناس زيي. هي روس اتساوت ولا ايه؟ انتوا تتكلموا وتشتكوا مثلا من البيض، من الزيت، من الرز، اتكلم لكم واعمل لكم برنامج وكل حاجه وانتوا عارفين طريقته. لكن تتكلموا في الذهب، مين يعني بيشتري ذهب؟ مين يعني معاه فلوس ذهب وقاعد يتريق ويشجع الناس يسرقوا بعض؟ كل واحد ست ماشيه معاها كيسه سودا، الكيسه السودا دي فيها فلوس، فيها فلوس، فيها كاشات. ايه ده؟ هو نسي فعلا نفسه ان فلوسه دي كلها بسبب الشعب المصري. الشعب المصري اللي بيشقى وبيتعب في القرش، مش زيك. انت انسان فعلا عالة على المجتمع، انت بتتكلم وخلاص. اي واحد شقيان في مصر معاه الافات تعب وشقي فيها وخايف عليها وحاسس ان البلد محتاجة معجزة يعني عشان تعدي الازمة دي، وبيحاول يفكر في طرق يستثمر. من امتى يعني؟ من امتى يعني؟ قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ انتوا بتتكلموش في الحاجات دي، انا تحت امركم في اي حاجة تانية. وانتوا فاكرين يعني الدهب ده حاجة سهلة؟ الدهب ده ليه ناسه. نعم. انت اللي نسيت نفسك، انت نسيت نفسك حقيقي. ولازم تطلع تعتذر، والمحطة تطلع في حاجات تانية عديناها وتصرفات تانية بتعملها مع ناس صحابك. يعني يوم وفاة عزت أبو عوف وكان بيعتبرك أخ، وانت رحت مطعم وقعدت تهيص ويلا وادونا أكل وادونا كذا، وكان يوم فرح، عامل فرح. جورج قرداحي برضو اتصل بيك في التليفون وكان بيودك وبيحترمك وبكده، وجيت يعني في الموجة في مصلحتك وعملت فيه اللي ما يعمل. عادي، انت حر. بس المحطة مسؤولة عن الكلام اللي انت قلته ده، وفلوس الشعب المصري شقيان بيها. بس حبيت اوضح وجهة نظري، بصراحة اتضايقت جدا. انسان لتات.